صباح قالت لها ابوي داير الليل في جنيه. قال لها في شنو؟ قالت لي الليله جايبين لنا حاوي في المدرسه وانا ماشي احضر. قال لها بنتي كل حاوي قاعد معاكم في البيت، طيب تحضري في المدرسه ب 1000 جنيه، ابوك مرتبه 60 ومصروفكم من الشهري 125، دي الحاوي بيعملها؟ طبعا عندي قصص كثيره مع التشبيه. بعدين بخاف من العين، وحكمة الله شي فيني بينسحر ما في، لا طويل لا خصلي نازلات في عيوني، لا ما في شيء. لكن كان قلت لي وشك ده زي الطشت بقول لك اقول ما شاء الله، بخاف بصدق اي شيء. فمره مشينا مناسبه والتحليه كان الصف بوفيه مفتوح ودايرين يقدمونا خلاص نشارك مع الفرقه، وانا داير لي بطيخ بس التحليه ما شاء الله اشكال والوان، وانا داير البطيخ والناس واقفين صف. قلت ان وقفت في الصف ده بداخر وبقدمونا لا بالين في البطيخ لا بالين في الشغل، احسن اجي باليمين بيجاي، ما الناس ماشيين بالشمال الترابيزه بيجاي كلهم واقفين صف. فجيت باليمين، الولد الواقف في السيرفيس ده بساعد في الناس ده اول ما شافني جيت بيجاي عاين لي مسافه كده، قال لي مالك يا استاذ؟ تنكيك شمال ليطلق لمن سنقرت في الوقت. اول ما جيت امريكا هنا ورجعت اجازه السودان، بعدين عندنا مناسبه كده لما في واحد قريبي قدام الناس داير يزعل، قال لي اسمع يا زول، انت في امريكا ذاتها؟ قلت لا في امريكا. لا امريكا ذاتها. قلت ليه امريكا دي ما واحده، امريكا دي عندها اطراف بالجنبات يعني ولا شنو؟ وين في امريكا؟ طبعا قدر ما حاول اشرح لي يعني افهمها لي كيف، وليسوء حظه هو انه ولايتنا اللي نحن فيها دي اسمها مركب، اسمها نورث كارولاينا، والمدينه اللي انا ساكن فيها دي برضه اسمها مركب، اسمها جرين سبورو، وكنت تقولي مع بعض كده بيجينا طوال خلاص. فقلت له جرين سبورو نورث كارولاينا. قال لا زول ان شاء الله اولادك طيبين. قلت له انت مين قبيل مدخلك في الدقداق ده؟ ده قالوا مصري واردني وخليجي قاعدين في قهوه بيتونسوا، بدوا يتفاخروا بالمويه، اي زول بيتكلم عن المويه اللي عندهم البحار والانهار وكده. فبدا الاردني قال لي شوف يا زلمه، هالبحر الميت مو كان ميت، نحن اللي قتلناه، نحن ابطال، نحن اللي قتلناه وصار ميت. المصري عاين كده قال لهم اقول لك حاجه يا باشا، البحر الاحمر ده ما كانش احمر، احنا روينا بدمنا حرب 73 صار لونه احمر سموه البحر الاحمر. الخليجي دخل في حته ضيقه، يتلفت يمين يتلفت شمال، عاين لهم مسافه كده، قال لهم تعرفون المحيط الهندي؟ قال لي مين كفيله؟ مره كنا شغالين حفله في قريه، بعدين قعدونا في غرفه كده زي ديوان مضيفه هي في طرف البيت كده، الساعه زي 2 صباحا. المهم قاعدين ومعانا فنانين وعازفين دارين يكرمونا كده عشان بعد ذاك نشتغل. فجأة جنبي نيتين كده بنات صغار كده لابسات اللين طرح، واحدة خشت كده باب الغرفة ورجعت طوالي، قالت للتاني هوي هنا في رجال، قالت لها هوي ديل ما رجال ديل الفنانين. والله أنا اليوم ذاك ما تعشيت، والله كان ما داخل علي جار كان حلفت من العذاب. من المواقف الطريفة اللي ما بنساها أبدا، مرة كنا بنسجل لبرنامج في التلفزيون القومي لرمضان، وبيجيبوا مجموعة من الفنانين والشعراء والنكات وكده يقعدوا يسجلوا لهم، فالناس كلها في الاستوديو، لكن أي زول عنده دور بالتسجيل بيجيب قدام الكاميرا، الباقيين بيكونوا ورا الكاميرا بيحضروا تسجيله. مثلا انتهى الشعر بيقدموا الغنى، انتهى الغنى بيقدموا النكات، بيسجلوا لبرامج رمضان، كمية من البرامج يسجلوها مع بعض. فبتذكر كان معايا المرحوم عمنا ابراهيم الزومة عليه رحمة الله، وطبعا الرجل كان حاضر البديهة، وكان رجل لطيف وسريع البديهة وبيشبه، أكتر حاجة فيه كانت التشبيه. فبتذكر في التسجيل في طفلة صغيرة جابوها تسجل، فقاموا وقالوا لها قولي بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الأعزاء رمضان كريم وصوموا تفطروا على خير وكل عام وأنتم بخير، نقدم لكم برنامجنا للكبار، لا وما في مانع الكبار والصغار يحضروا معانا، يلا نشوف الحلقة فيها شنو. البنت طبعا صغير الكلام ده ما بنحفظ لها كله، فبخطها قدام الكاميرا وبقول لها اكشن، البنت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الاعزاء شنو؟ يقطعوا التصوير يقول لها قول لهم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، نقدم لكم برنامجنا للكبار، لا وما في مانع الكبار والصغار يحضروا معانا، يلا نشوف الحلقه فيها شنو.
هاكشن. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. شنو؟ قول لهم نقدم لكم برنامجنا للكبار. لا، وما في مانع الكبار والصغار يحضروا معنا. يلا نشوف الحلقه فيها شنو. نقدم لكم برنامجنا للكبار. لا، وما في مانع الكبار والصغار يحضروهم معانا. شنو؟ قول لهم يلا نشوف الحلقه فيها شنو. كل مره تقطع التصوير. عمك ابراهيم الزومه دنقر فيني قال لي البيت دي زي البراد اللي بيقفلوا التفل، كل مره يصنقعوا لي فوق حتى يكوب تاني. ده واحد قال امي لا كتب لا قرا، ما بيعرف يكتب ولا بيعرف يقرا. بعدين عنده ولده في السعوديه ما شاء الله مغترب، رسل له عمه توتل سويسري جديده، ربط العمه زول وقنطر له فوق ومارق يتقدل بها، عجبه عجبه شديده يتقدل بها في الشارع. لقيته مره من نسوان الحين، لقيته هو يا فلان عليك الله ولدي مرسل لي الجواب ده، هاك اقرا لي. قال له وليه انت بتفهمي؟ انا زول امي لا كتبت لا قريت، اقرا لك كيفين؟ قالت له بعد عمتك السمحه دي ملص العمه لبسها لا، قال لها اقري ويكتب. والله يا اخوانا النسوان ديل في ميزه عجيبه. خلاص لو طلبت منك طلب وانت ما جبت ولا احتذرت وزعلت منك، الزعل ده بيمشي معاه شهر، شهرين، 3 شهور. يعني مثلا قالت لك داير لي توب احضر بيه وعرس بنت اخوي، قلت لها يا اخي انا في العيد ده ما جبت لك توبين، البس اي واحد فيهم. تقول لك لي النسوان شافوني بهم تاني ما بلبسه. تقول لا والله ما عندي. زعلت تاني كان ناقشتها في اي موضوع بتهيج فيك بهيجه التوب ذاته. يعني مثلا لو جيت قلت يا اخي الغدا ده وينه؟ الغدا ده ما دخل. تقول لك ما شايفني شغاله اتقطع انا؟ الغدا شنو؟ الواحد فيكم ما بيعمل اي حاجه وما بيسكت، خشمك ده لمه عليك لما ما بتعمل حاجه. الموضوع ما الغدا، الموضوع التوبه الزمان ده. فقال ده واحد مرته زعلانه منه في نفس الموقف ده. يوم المغرب بيأذن تلفونه ضرب، رفع التلفون السلام عليكم كيف الحال؟ ان شاء الله بخير، كيف الاولاد؟ ان شاء الله بخير، والله مشتاقين. هي بس جات ماشيه طبعا بالزعل القديمه دي. قالت لي ده من ده؟ ده ما مؤمن؟ ده كافر ما بصلي؟ المغرب ده ما باذن؟ ولا كلهم اصحابك بيشبهوك زيك كده؟ ده اصحابك كلهم زيك كده وبيشبهوك. المغرب باذن هو يا اخي ده كده يتكلم فيه زول. نزلت هون براحه قال لها ولي يقول بسم الله. عارفه ده منو؟ ده عثمان اخوك. هي قالت لي يا حليل بكون عندهم مازه اللي هسه. ده قالوا واحد اشتغل في الحكومه بعد 6 شهور ضرب لاهله، قال لهم انا بنيت لي بيت، تعالوا الكرامه حقت البيت. يا زول اهله دي الجمعه ما شاء الله اللي يقول لك الكرامه، المحمر، المقمر، المشاوي، التحليات، شيء عجيب. البيت ذاته ما شاء الله تبارك الله، البورسلين، السيراميك، المزايكو، الاسبليت، فنطاز المويه، المويه الساخن وبارد، ما في شيء ما في. عنده قريبه المزارة دي حيرته شويه، على قول الشباب اكلت معاه جنبه. جرى جابه برا البيت، قال لي يا اخوي الشغل ده عملته كيف؟ قال لي بسيطه. شايف الكوبري داك؟ قال لي شايفه. قال لي 10 طن سيخ هناك وطنين هنا، 50 طن اسمنت هناك و10 طن هنا. الكوبري مرق والبيت مرق. يا زول قريبه ده الفكره دي عجبته. بعد 3 شهور ضرب لاهله كلهم، ده كلموه ده عزمهم قال لهم انا بنيت لي بيت. من ضمنهم الزول الطابقين ده مشى هناك لقى لك قريبه ده بنى 6 طوابق. لا 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 ده شغل تقيل شديد. جرى جابه برا قال لي يا اخوي دي عملتها كيف؟ قال لي بسيطه. شايف الكوبري ده؟ قريبه عين كده. قال لي لا ما شايفه. قال لي كله هنا. ده قال واحد قدر ما يزور اخوه في البيت يلقاه صايم. لاحظ للحاجه دي ايام مختلفه، مره سبت، مره حد، اثنين، اربعاء. فقام ناداه وقال لي انت يا فلان عليك قضاء؟ قال لي لا لا. قال لي يعني متعود تصوم اثنين وخميس؟ قال لي لا لا. قال لي طيب انا لاحظت قدر ما اجي بلقاك صايم مالك؟ قال لي يا اخ ما من المره دي. ها؟ قال له كله من المره دي. وقال لي المره دي علاقتها بصيامك شنو؟ قال لي ما هي بتجيني بتقول لي انا سامحه، بقول لها هاي، بتقول لي احلف. اهو كفاره.